أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة تانية، ووصلنا معاكم لآخر فقرة في حلقتنا النهاردة، وهي فقرة قصة الأمل. قصتنا بعنوان غلام واحد لكن كان سبب في إيمان أمة بأكملها. في كل زمان من أزمنة الظلم يظن الطغاة أن القوة بأيديهم، لكن الله قد يجعل تغيير أمة كاملة على يد غلام صغير. بدأت القصة في مملكة يحكمها ملك جبار، وكان لهذا الملك ساحر يخدم سلطانه ويثبت حكمه بين الناس. لما كبر الساحر وأصبح عجوزا طلب غلاما يعلمه السحر ليكون خليفته من بعده، فوقع الاختيار على غلام صغير ذكي، وكان كل يوم في طريقه إلى الساحر كان يمر على راهب مؤمن بالله، فجلس إليه واستمع إلى حديثه، فامتلأ قلبه بالإيمان وأدرك أن الحق الذي جاء به الراهب أعظم من السحر والملك والسلطان. ومع الأيام أجرى الله على يديه آيات عظيمة، فكان يدعو الله فيشفى المرضى بإذن الله، ويرد البصر للمبتلى بإذن الله، فبدأ الناس يعرفون ربهم ويؤمنون به، وانتشرت الدعوة ووصل الخبر إلى الملك، فاستدعاه وعذبه وطالبه بأن يرجع عن دينه، ولكن الغلام رفض وثبت على موقفه، وحاولوا قتله مرارا وتكرارا برميه من فوق الجبل فنجاه الله، ثم حاولوا إغراقه في البحر فنجاه الله، حتى أدرك الغلام أن الله عز وجل يريد أمرا أعظم، فقال للملك: لن تستطيع قتلي حتى تجمع الناس جميعا، ثم تأخذ سهما من كنانتي وتقول: بسم الله باسم رب الغلام. اجتمع الناس ورفع الملك السهم وقالها أمام الجميع: بسم الله رب الغلام. فانطلق السهم وأصاب الغلام فارتقت روحه إلى بريئها فسقط شهيدا. ولكن هنا بدأت المعجزة الحقيقية، فما إن رأى الناس ذلك حتى صاحوا جميعا: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. في لحظة واحدة هزم الملك ليس بالسلاح بل بالإيمان. اشتعل غضبه وأمر بحفر الأخاديد وأضرمت فيها النيران. وهنا نزل وصف القرآن لهذا المشهد العظيم: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. يخبرنا القرآن عن جريمتهم الحقيقية، أنهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. قصة الغلام المؤمن تعلمنا أنه ربما غلام واحد صدق مع الله فضحى بنفسه ففتح الله به قلوب مدينة كاملة. قد يظن الناس أن التضحية هي نهاية الطريق، ولكن الله قد يجعل من تضحية غلام واحد صغير بداية هداية أمة بأكملها. مشاهدينا الكرام، دمتم في رعاية الله وأمنه. نلقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.